انما اذا كان ده محصله سنين طويله من عدم المواجهه وسلبيات كبيره جدا في الاداء، وانا ما بقصدش والله اسقاط على اي حد ولا الاساءه لاي حد، لكن ده الواقع. الناس كانت بتتحسب من اللي انتوا فيه دلوقتي وتخوفت منه على مدى اكتر من 50 سنه انها تاخد اجراءات لبناء دوله حقيقيه تقف على رجلها وتبص لمستقبلها. خافوا من رد الفعل اللي موجود عندنا ده، وعشان كده ما عملوش الإصلاحات، وفضلت الأمور تتراكم وتتراكم. ولما الناس اتحركت في 2011 كان جزء من التوصيف مش حقيقي، جزء من التوصيف لحجم المشكلة اللي موجودة في بلدنا مش حقيقي. محدش هيقدر يقول لكم الكلام ده غيري أنا، لأنه كله هيتحسب إن يتهاجم ويتقال لك هو بيقصد إيه بالكلام ده. لكن أنا بقول لكم كده، التوصيف لمشكلة مصر خلال ال30 سنة اللي فاتوا ما كانش حقيقي، كان خداعي، كان وعي زايف ليكم، كان وعي زايف ليكم. وبالتالي قال لك حل المسألة، اتحرك وشيل، وانت بتتحرك وبتشيل بتشيل مستقبلك، بتشيل مستقبلك. عايز تتحرك تاني وتعمل، اتحرك، انت هتضيعها خالص، انت هتضيع بلدك خالص وهتضيع مستقبلك انت واولادك واولاد اولادك القادمين. انا بقول كلام والله العظيم اتحسب عليه قدام ربنا، مش قدامكم انتوا، قدام ربنا.